السلام عليكم، مساكم الله بالخير. الله يحييكم، يا هلا والله وسهلا. في بعض الأشياء بالباترول دائما إذا فصلت البطارية ترجع وضعها الطبيعي. وشلون ترجعها كما كانت؟ مثال بسيط، البوري إذا كان يشتغل مع تقفيل السيارة يطفأ، أو العكس. أو الدرايش إذا كانت تقفل بشكل اوتوماتيكي وتلتغي مع فصلة البطارية. طبعا مثل هذه الأشياء أنت تقدر تسترجعها شخصيا، يعني تقدر تفعلها وتلغيها لنفسك من نفس الأزرار حق الشبابيك أو الريموت. طبعا زي ما تشوفون الآن زر الشباك، إذا نزلنا الشباك ينزل اوتوماتيك، لكن جينا نرفعه، إذا جينا نرفع لازم تصير ماسكه. وشلون تفعله عشان يصير اوتوماتيك؟ الطريقة سهلة، تنزل الدريشة آخر شيء، بعدين ترفعها آخر شيء وتصير معلق على الزر، لا تفلته إلا بعد 5 ثواني. وبعد 5 ثواني طول العمر خلاص ترجع انها ترتفع اوتوماتيك، وكذا تفعلها على كل الشبابيك. الموضوع الثاني عندنا الريموت، شلون نلغي البوري مع التقفيل او نخليه يشتغل. وانا اشوف هذه مهمة الصراحة بالنسبة للبوري، لان بعض الناس يدخل سيارته داخل البيت ولا يبي يشتغل البوري اذا هو سيارته داخل البيت. فالطريقة سهلة، كل ما عليك انك تعلق على الزر هذا مع هذا مع بعض، تعلق عليهم مع بعض، راح يجي معها فليشر. بعد كذا راح يلتغي بإذن الله، ونفس الطريقة راح يتفاعل البوري مع التقفيل والفتح. طبعا صوت البوري يشتغل مع التقفيل فقط، مع الفتح ما يشتغل، مع التقفيل فقط. طبعا الطريقة ذي تشمل كل سيارات الباترول اللي معهم ريموت فيه 5 أزرار أو الريموت هذا. طبعا الطريقة هذه طرحتها سابقا واغلب المتابعين يعرفونها، لكن حبيت اطرحها للي تو شاري باتر او ما يعرفها. وفي اشياء كثيرة طبعا تحتاج ان الواحد يعرفها، مثل ان المكيف ما تطفيه اذا جيت تطفي السيارة. المكيف اذا جيت تطفي السيارة لا تطفيه ولا في اي مشكلة ولا عليها اي خطر، عشان ما تفتح الهواية. وايضا عشان اذا جيت تشغل السيارة عن بعد يكون المكيف عندك يشتغل، يعني مجرد ما تشغل السيارة عن بعد مكيفك يشتغل وانت بعيد. هذا ما حبيت اطرحه لكم، وان شاء الله كل ما صار راح اطرح لكم اي شيء يتعلق بالباترو باذن الله. وباذن الله راح اسوي جولة